يحرص كثير من الناس في كثير من البلدان على إقامة احتفال هذا يهيأ له تهيئة مسبقة بأشياء من الأمور تهيأ من أنواع الأطعمة وأنواع الحلوى والأماكن وأشياء يعني يعتنون بها عناية كبيرة جدا. يسمون هذا الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يختلفون في طريقة الاحتفال. بعضهم الاحتفال قائم على طبول ورقص وأشياء من هذا القبيل، اختلاط. يحتفلون بالنبي، يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، يرقصون ويطبلون ويزمرون كل الليل ويأكلون الحلوى. هناك حلوى ما تصنع إلا في تلك الليلة، حلوى المولد يسمونها، ويأكلون الحلوى. ماذا تفعلون يا قوم؟ نظهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا مولده، ما يمشي ساكت المولد، لا، نظهر محبتنا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تدخل في هذا الباب انظر إلى الكلام السابق وتأمل في حب الإسلام والتعظيم، وأن الواجب أن يقام على الكتاب والسنة. هناك إجماع واتفاق بين الذين يحتفلون بالمولد والذين لا يحتفلون بالمولد، إجماع متفق عليه بين الجميع. الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون عندهم اتفاق وإجماع، كلهم مجمعون أن الموالد هذه والاحتفالات ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعلها التابعون بإحسان. اتفاق، الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون كلهم متفقون. ولو تأتي للذي يفعل المولد تقول هل أبو بكر فعل المولد؟ هل عمر فعل المولد؟ هل عثمان فعل المولد؟ هل علي فعل المولد؟ يقرأون في سيرة الصحابة وسيرة التابعين وأتباع التابعين ما فيه المولد نهائيا إطلاقا. ما وجد المولد إلا بعد القرن الثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعد ذلك وجد المولد. هذا محل اتفاق بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون أن الموالد ما كانت موجودة أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، ولا أمر بالاحتفال بمولده، ولا وجد الاحتفال بمولده في حياته أقره، ولا فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولا فعله عمر، ولا فعل عثمان، ولا فعل علي، ولا فعل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين. بعد ذلك في القرن الثالث أحدث المولد. ومن أحدثه؟ أصحاب السنة، أحدثه العبيديون الفاطميون الرافضة، هم أول من بدأ. اقرأوا التاريخ. هذه واحدة، إجماع. أيضا هناك إجماع واتفاق بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون، كلهم مجمعون على هذا الأمر الثاني الذي أقول لهم، أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام هو الخير والصواب. هل أحد من الذين يحتفلون بالمولد يقول إن طريقتنا أفضل من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أو طريقة أبي بكر، أو طريقة عمر؟ هل يقولون ذلك؟ ما يقولون ذلك. يقولون أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. إذن عندنا الآن اتفاقان، إجماعان ما يجادل فيهما أحد. الإجماع الأول بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون أن هذه الموالد ما وجدت أصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زمن الصحابة، ولا زمن التابعين، ولا زمن أتباع التابعين. هذه واحدة. الإجماع الثاني أن الجميع متفق
مجمع على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وهدي الصحابة هو الذي ينبغي أن يتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. بعد الإجماعين ماذا الذي ينبغي؟ ألا يسعنا ما وسع الصحابة؟ مرة سألني شخص في هذا المسجد في مثل هذه الأيام قبل سنوات، قال لا أنا أتعجب، يقول أنا أتعجب المدينة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أي مظهر من مظاهر الاحتفال بمولده. وأنا أتعجب. قلت له إذا عرفت السبب يزول العجب. قال لي ما السبب؟ قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو السبب، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعلون إلا ما دلت عليه السنة. فهل عندك علم تأتينا به أن أبا بكر احتفل بالمولد، وأن عمر احتفل بالمولد، وأن عثمان احتفل بالمولد، وأن علي؟ هل عندك أثر في هذا تنقله لنا من الكتب التي حفظت الأخبار والآثار؟ إذا ما كان عندك ألا يسعنا في الحب ما وسع أبا بكر؟ لا نأتي نتحذلق ونحمل النصوص ما لا تحتمل، وهذه مصيبة والله. يأتي بعضهم ويقول لا، أليس الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟ نريد نفرح بمولده وأنتم تعارضون. هذه الآية قرأها أبو بكر قبل أن تقرأها أنت، وقرأها عمر، وقرأها عثمان، وقرأها علي، وقرأها التابعون وأتباع التابعون، وآثارهم منقولة في كتب التفسير بالماثور في فهم الآية هذه. من أين لك هذا الفهم الذي ما سبقك إليه لا أبا بكر ولا عمر ولا غيره؟ وتتبعت تفاسير السلف الصحابة ومن تم لهذه الآية كلها تدور قل بفضل الله ورحمته، الكتاب والسنة، هذا المراد، كتاب والسنة، اتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو فضل الله ورحمته. والآية التي قبلها شهد على يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه الآية التي قبلها. فيقولون قل بفضل الله وبرحمته. لو كان الإنسان يريد أن ينظر في طريقة الاستدلال، قل بفضل الله وبرحمته، الله قال في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة. البعثة ما تكون ما شأنها لما بعث رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. بطريقتهم هذه في الاستدلال يقال لهم أليس أيضا من المناسب على طريقتكم أن تعملوا احتفال يوم المبعث، احتفال بيوم المبعث، وتأتي إلى مثلا يوم الهجرة ويوم الكذا؟ هذه كلها ما لها أصل، كلها ما لها أصل. ولا يجوز للإنسان يتجرع القرآن وينزل الآيات على غير منازلها ويجعلها في غير بابها. ولهذا أجمع أهل البصيرة بالسنة، أجمع أهل البصيرة بالسنة وبالهدي النبوي وبالطريقة المحمدية عليه الصلاة والسلام وبنهج الصحابة أن هذه الاحتفالات بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز المسلم أن يحضر هذه الاحتفالات أو أن يشارك فيها، لا يجوز له ذلك، أن هذا أمر لا أصل له. ويسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم.